ليه لما بتعمل اعلان فلوسك بتصرف مش بتحقق نتائج؟ تاكد دايما لو الاعلان مش بيبيع يبقى في حاجه غلط، ولكن ما تيجي اقول لك على الصح. اهلا بيك، انا ابراهيم. النهارده اقول لك ازاي تعمل اعلان ممول يجيب معاك نتائج. اول حاجه ابدا باعلان يلفت الانتباه. العنوان هو اول حاجه بتشد انتباه الجمهور، بمعنى لازم يكون جذاب ويقدم وعد واضح للعميل، زي مثلا ضعف مبيعاتك خلال 7 ايام. تاني حاجه الصور والفيديوهات اللي انت بتستخدمها لازم تكون احترافيه وبرضه بتشد انتباه العميل. الصوره او الفيديو في الاعلان لازم يخلوا العميل اول ما يشوف اعلانك يقول انا عايز المنتج ده. تالت حاجه والاهم وبنسميها في شغلنا الكول تو اكشن، وبرضه لازم يكون واضح، بمعنى ان انت مش كفايه ان انت تعرض المنتج بس، لازم تقول للعميل بتاعك ايه اللي بعد كده، زي مثلا انت تقول له اضغط دلوقتي او اطلب المنتج حالا او سيب لنا تعليق واحنا هنرد عليك في الرسائل. رابع حاجه والاخيره ويمكن دي اهمهم، اعمل اختبار لحملاتك، بمعنى ان انت تختار اكتر من نسخه لاعلانك، زي مثلا ان انت تعمل اعلان لصوره او لفيديو او حتى اعلان باهتمامات مختلفه، واعرف مين فيهم اللي بيجيب نتائج اكتر وبعدها ابقى كمل عليه. وفي النهايه الاعلان الناجح ده مش بيبقى سحر، الاعلان الناجح بيبقى شغل مدروس. جرب النصايح دي دلوقتي وابدا بيع بذكاء. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدوس لايك وتشترك في القناه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.